سيداتي وسادتي، في هذا اليوم المبارك السعيد، يوم عيد الفطر، أهله الله تبارك وتعالى على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب المغربي قاطبة بالرفاه والازدهار، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالأمن والأمان والسلام ووحدة الصف. مناسبة دينية معطرة بالنفحات الربانية الزكية، يخرج فيها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في موكب رسمي هنا من القصر الملكي بالدار البيضاء في اتجاه المسجد المحمدي بحي الأحباس لأداء صلاة عيد الفطر السعيد. موكب رسمي يرمز لتقاليد عريقة متأصلة نابعة من تاريخ مجيد لحضارة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، ومملكة عريقة بتقاليدها وعاداتها ظلت محافظة عليها على مر التاريخ والأزمنة، منفتحة على الحداثة والعصرنة في كنف ملوك الدولة العلوية الشريفة. موكب ملكي بهيج وسط أجواء تغمرها مشاعر الحب والولاء والوفاء الصادق المنبعثة من الجموع الغفيرة للمواطنين والمواطنات الذين يباركون للعاهل الكريم حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة، مناسبة يذكر الله فيها بذكر واحد: الله أكبر الله أكبر، وتستشعر فيها الأفئدة روابط الأخوة والتضامن والتماسك الصادق التي تجمع بين أفراد المجتمع وتوحد بينهم تحت راية واحدة، هي راية الإسلام، دين الوسطية والاعتدال والتسامح. وسيرا على نهج أسلافه المنعمين واقتداء بسنة نبينا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام، يؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شعيرة من شعائر ديننا الحنيف، صلاة عيد الفطر السعيد، بعد أن من الله علينا بإتمام الصيام والقيام في شهر المغفرة والأجر والثواب، شهر رمضان الكريم. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي من الله بها على هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. في صلاة العيد ذكر واحد وشعور بالانتماء لرابطة واحدة وشعار واحد، شعار التوحيد لله عز وجل. وأيام عيد الفطر السعيد هي أيام فرح وسرور وبهجة وإعلان الخير وإفشاء السلام، هو يوم جوائز البر والإكرام بعد شهر من الصيام، فيوم العيد هو يوم عظيم وكريم. فالحمد لله الذي يسر لنا إتمام الصيام والقيام وهدانا للإسلام بين الأنام وتفضل علينا بالخير والإنعام، ونشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، ونحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة وما أنزل علينا من الرحمة والسكينة والعافية والطمأنينة والأمن والأمان في كنف قيادة حكيمة رشيدة متبصرة، هي في مقام الإمامة العظمى الصاهر الأمين على حراسة شؤون الدين والدنيا. وبفضل الرؤية الملكية السديدة المتبصرة من أجل تحقيق التنمية والنهضة والتطور، قطعت بلادنا أشواطا هامة على درب التقدم والازدهار
في مسيرة تنموية منسجمة متناغمة تحقق النهضة الشاملة والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل، وأجواء تغمرها الفرحة والبهجة والسرور بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة. يوم أغر ويوم مبارك سعيد بعد شهر من الصيام والقيام والتضرع إلى الله عز وجل، وشهر من المبادرات الخيرة ذات البعد الإنساني، شهر من الخيرات والمكرمات والعمل الصالح الذي دأب أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تجسيده عبر العديد من المبادرات والمشاريع التي تعود بالخير العميم على كافة المواطنين وتحقق لها العيش الكريم والتنمية المستدامة. فأمير المؤمنين حفظه الله سبط الرسول الأمين يضحي بالغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة أبناء شعبه الأوفياء، نموذج متفرد في إحياء سنن جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في فعل الخيرات والبر والإحسان لما فيه الصلاح والفلاح لهذه الأمة، ليشكل بذلك على الدوام القدوة والأسوة الحسنة في بذل الخير والعطاء وتعزيز قيم التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي، ليرسخ من خلالها في أفراد المجتمع المغربي مبادئ وروح وقيم ديننا الحنيف. هي مبادرات وملاحم نسجلها بمداد من الفخر والاعتزاز في السجل الذهبي لتاريخ أمتنا المجيد، سجل حافل بالإنجازات العظمى التي تضيء مسيرة ملك وشعب عاهد الله والوطن على المضي قدما في تلاحم قوي وتماسك متين لرفع كل التحديات وربح رهانات التنمية والتحديث والعصرنة. موكب أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بين دروب وأزقة حي الأحباس بالدار البيضاء، والجموع الغفيرة من المواطنين تبارك لجلالته حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة. في هذه المناسبة الدينية السعيدة يتقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التهاني والتبريكات التي تتضمن مشاعر الوفاء والولاء والإخلاص الصادق لأمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين. مع كل مناسبة وطنية أو دينية ترفع لأمير المؤمنين آيات الولاء والإخلاص والتعلق بأهذاب العرش العلوي المجيد، والتعبير الصادق عن وحدة مشاعر الأمة في ولائها لقائدها ورمز وحدتها واستمراريتها، ومباركة خطوات جلالته السديدة والنيرة والرائدة لتحقيق التنمية المنشودة وضمان كرامة وعزة المواطنين في العيش الكريم. لقد ظل المغرب عبر التاريخ وإلى وقتنا الحاضر في ترابط وثيق وتماسك قوي وإشعاع حضاري متجدد ومتواصل بفضل جهاد وكفاح ونضال وتضحيات ملوك الدولة العلوية الشريفة لإعلاء راية المغرب
وضمان وحدته وتماسكه وقوته عبر التاريخ. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي، وعيدكم مبارك سعيد.